السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل لكم الفطيرة بالكاستر أو بالسكر بطريقة سهلة زي ما انتم شايفين كده. شايفين الجمال والحلاوة. طبعا عندنا هنا حلة فيها لتر من الحليب، هننزل ب8 معالق من السكر ونقلبهم كويس جدا. وعندنا 3 باكت من الكاستر، وطبعا بنقلبهم كويس. ومعانا باكت فانيليا، بننزل بباكت الفانيليا زي ما انتم شايفين كده عشان يظبط معانا الطعم ويعلي التيست. طبعا بننزل بعد اللبن ما سخن معانا كده، بننزل ونقلب زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوة. وبعدين بنفضيه في اي حاجه كده يبرد، وبنغطيه بكيس عشان ما يعملش وش معانا ونعرف نشتغل بيه كويس. بنسيبه لمده ساعه كده. وعندي الجلاش على جنبه، الاناء اللي هحط فيه الفطير النهارده ابو كاستر ده انه سمنه او زبده زي ما انتم شايفين كده. وعندي طبعا الجلاش كده بحط فيه معلقتين من الكاستر، وبحط فيه المكسرات المتاحه عندي. وبعدين بطبقه زي ما انتم شايفين كده. عندي طبعا ورقتين من الجلاش حطيت فيه كاستر زي ما انتم شايفين كده. يا جماله يا شيف محمود. وبحط المكسرات اللي انا عايزها وبطبقها، وبحطها في الصاج طبعا اللي احنا دهنينه زبده كده زي ما انتم شايفين. وبدخلها على درجه حراره 200 لمده ربع ساعه او تلت ساعه. طبعا بنتابعها، بنتني الوش سمنه او زبده زي ما انتم شايفين كده. بيطلع معانا الجمال والحلاوه. ده كده فطيره بالكاستر تحفه في البيت بكل سهوله بالجلاش. تقدروا تعملوها. طبعا بنقطعها وبنحط لها السكر البودر وبنحط لها الحليب بتاعنا والمكسرات. وبألف هنا عليكم، اعملوها وقولوا بنعملها رايكم النهارده فيها مع الشيف وتابعوني. محمود. تابعوني عشان نعمل وصفات اكتر واكتر. شيف محمود، جميله تحفه، هتعجبكم.